يا عز الناس عندي كيف كنت اليوم عبدي، سوف أشكو لك بعدي عسى شكواي تجدي، سوف أشكو لك بعدي عسى شكواي تجدي، يا عز الناس عندي يا عز الناس عندي. أهلا ومرحبا بالفنان لطفي. أهلا وسهلا. ونعتذر في البداية عن هذه الدقائق القصيرة اللي ما تكفي هذه المسيرة الطويلة من العطاء المتواصل. بالعكس أنا أشكر البرنامج لإتاحتها الفرصة أن نلتقي الجمهور ويتعرفون على بعض أعمالنا الفنية. شكرا. سؤالنا في البداية تحدثنا عن الأغاني كيف كانت تقدم في السابق، ومن هم المؤلفين اللي كنت دائما تلحن لهم؟ أتعامل لهم. نعم. الحديث عن أعمالنا الفنية سابقا في الإذاعة حديث طويل. طبعا كانت الأعمال مقتصرة على إذاعتها على الهواء مباشرة بدون تسجيل، فنهيئ النصوص بعد الاتفاق مع المؤلف ونلحنها، نجي نسوي بروفات قبل ربع ساعة وقبلها بيوم، فنقدمها على الهواء وما تسجل. وأحيانا الأغنية بتكرارها أسبوع بعد أسبوع، احنا كنا نحكم في تكرارها. مثل الآن أعيد الأغنية هالأسبوع بعد أسبوع حتى أخلي الجمهور يتعرف أكثر وتنداع أكثر لسماعها، يعني تردادها يكون أكثر حتى تشتهر الأغنية. المؤلفين اللي كنت تعمل؟ المؤلفين مثل المرحوم محمد حسن الكرخي، وكثير مؤلفين إبراهيم أحمد، والفنان الأستاذ حسن نعمة العبيدي من الشعراء الجيدين. وبالأخير طبعا التقيت هاي الفترة الأولى كانت وعدنان السوداني، والفترة الثانية اللي تلت هالفترة السابقة أمثال المؤلف جودة التميمي، الشاعر جودة التميمي، وكريم راضي العماري، وحسن الخزاعي، وهكذا كثير مؤلفين. نعم. تعتبر أنت أول من لحن لغير العراقيين. نعم. فمن هم الأصوات اللي لحنت لهم، وما هي أشهر الأغنيات؟ طبعا أنا لحنت أكثر الفنانات الوافدات إلى القطر. نعم. آنذاك من غير العراقيات، أمثال فائزة أحمد، سميرة توفيق، نرجس الشوقي، حفصة حلمي، نهاوند، هاي اللي اجونا ليش الفترة للإذاعة العراقية. إلى جانب ذلك لحنت إلى الفنانة الكبيرة القديرة عفيفة اسكندر، ومائدة نزهت، وزهور حسين، العراقيات اللي كانوا موجودين. طبعا بعدين التقيت بأكثر من المطربات. نعم. بعد خلال سفراتي إلى خارج القطر. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الأسبوع القادم، وشكرا.